الدهشة والشك والوعي بالذات هو ما يشكل الينبوع الذي ينبثق منه على الدوام الدافع إلى التفلسف حسب كارل ياسبرز. فالدهشة هي شعور بالفضول والاستغراب والاستنكار، والدهشة كتوقع لما الإنسان كيدرك شي حاجة جديدة وغير متوقعة، وهي دافع للتفلسف. علاش؟ لأنها كتدفع بالإنسان إلى التفكير والتأمل في أسرار الكون والحياة. والشك هو حالة من التردد والارتياب في صحة أو صدق شيء ما. والشك أداة أساسية في الفلسفة. علاش؟ لأنه كيساعد الإنسان باش يراجع المعارف والأفكار ديالو ويطرح أسئلة صعبة، الشي اللي ممكن يؤدي به في الأخير إلى اكتشاف الحقائق الجديدة وتطوير المعرفة. أما الوعي بالذات فهو إدراك الإنسان لذاته ومعرفة خصائصها وقدراتها ومكانتها في العالم. الوعي بالذات عنصر أساسي في بناء الشخصية الإنسانية وفي تطوير الوعي الاجتماعي والأخلاقي. الدهشة هي دافع من دوافع التفلسف، بها الإنسان كيقدر يدرس العالم ويحاول يفهمه، وذلك لأننا حينما نندهش نشعر بالجهل، وهذا الشعور بالجهل هو اللي كيخلينا نبحث على المعرفة ونحاول نوصل لها. يقول أفلاطون: أصل الفلسفة هو الدهشة. ويقول أرسطو: الدهشة هي التي تدفع الإنسان إلى التفلسف. العالم مليء بمجموعة من الظواهر الطبيعية الخارقة والتي تثير اندهاش الإنسان. هناك دهشة عادية، وهي دهشة يشترك فيها جميع الناس بدون استثناء، وغالبا كتكون دهشة من خلال أشياء غير مألوفة ومتوقعة. فلما كتشوف شي حاجة لأول مرة كتفاجئك وكتخليك تحس بالاستغراب، وكتبدا بزاف ديال الأسئلة كتدور في الذهن ديالك. فمني كتشوف شي ساحر مثلا كيقوم بشي حركات غريبة كتندهش وكتحس بالاستغراب. ولكن بالنسبة للفيلسوف فالأمر مختلف، فهو ما كيندهش من الأمور الغريبة والمفاجئة فقط، ولكن كيندهش حتى من الأمور اللي كتبان لينا حنا باللي هي عادية. الفيلسوف كيندهش من الظواهر الطبيعية اللي كتبان لينا حنا باللي هي أمور عادية، في حين أنها كتخليه في حالة استغراب واندهاش، الشي اللي كيدفع به باش يخلي من هاد الظواهر موضع بحث وتساؤل. هناك الكثير من الأحكام التي تمنع العقل من بلوغ الحقيقة، وهي أحكام ناتجة عن عدم فحص الإنسان لكل المعارف التي تلقاها فحصا نقديا. لما الإنسان كيقبل بأي معرفة كتعطاه بدون إخضاعها للمساءلة والشك، فإنه حتما سيقع في الخطأ. ولذلك يجب على الإنسان أن يشك في كل الأفكار والأحكام لكي يعصم ذهنه وعقله من الوقوع في الخطأ. أي أن كل حاجة كتصادف الإنسان في حياته كيف ما كانت فكي خاصو يشك فيها إلا بانت ليه فيها شي شبهة بأنها غير صحيحة. والشك اللي كيخلي الإنسان يوصل إلى اليقين هو الشك المنهجي، لأنه شك بناء، ولأن الغاية من وراه هي الوصول إلى الحقيقة وإلى اليقين. الشك المنهجي كيستند إلى أسس عقلية وعلمية، وهو شك إيجابي لأنه كيدفع بالإنسان إلى البحث والاكتشاف وبناء المعرفة. لما شك أرسطو في صحة المعارف اللي كانت منتشرة في العصر ديالو، ساعدو هادشي باش يطور منطق دقيق وصارم لقواعد التفكير. ولما شك ديكارت في كل المعارف التي تلقاها في حياته، دفعو هادشي باش يصيغ المنهج الديكارتي أو قواعد المنهج اللي ممكن توصل الإنسان إلى الحقيقة واليقين. أما الشك لأجل الشك فقط فهو لا يوصل إلى اليقين، لأنه شك هدام لا يبني أي معرفة أو حقيقة. الشك الهدام هو شك غير عقلاني. علاش؟ لأنه كيستند على العاطفة والتحيز، كيهدم المعرفة بدون ما يعطي أي بديل لها. هو شك سلبي كينشر التردد والارتياب وكيعرقل التقدم العلمي والثقافي، عكس الشك المنهجي. والشك المنهجي هو اللي اشتهر به ديكارت، لأن الغاية منه هي بلوغ اليقين، وذلك من خلال التخلص من كل الأفكار والأحكام اللي تلقاها الإنسان منذ الطفولة.
فأي معرفة أو فكرة كانت فيها شبهة أي شك فيجب على الإنسان أن يتخلص منها. والسبب الذي يجعلنا نمارس الشك في حياتنا هو أن الحواس تخدعنا، بحيث تجعلنا نثق في مجموعة من المعارف التي نتأكد فيما بعد بطلانها وخطأها. لما الإنسان كيعتمد على الشك في حياته فهو يصل إلى اليقين. علاش؟ لأن الشك ينبني في أساسه على فحص الأحكام والأفكار فحصا نقديا صادقا وموضوعيا، وبالتالي فليست هناك فلسفة بدون شك، بحيث نجد بأن ديكارت من بين أكبر الفلاسفة الذين اعتمدوا على الشك المنهجي لكي يبني المعرفة والحقيقة على أسس ثابتة ويقينية، وذلك من خلال فحص ونقد كل المعارف التي تلقاها في حياته. الوعي بالذات هو إدراك الإنسان لذاته ومعرفة خصائصها وقدراتها. الوعي بالذات كيعطيك قدرة على فهم نفسك وفهم العالم لمحيط بك. من خلال الوعي بالذات كتقدر تعرف شنو هي نقاط القوة والضعف ديالك، وهذا الفهم هو اللي ممكن يساعدك باش تعطي تفسير للعالم بصورة أفضل. كتفهم كل الظواهر والأحداث وكتحطها في السياق الصحيح ديالها. ثم فمن خلال الوعي بالذات كتمكن من فهم سلوكيات الآخرين والدوافع اللي كتدفعهم إلى اتخاذ هذه السلوكيات. الوعي بالذات من أهم دوافع التفلسف. علاش؟ لأنه كيدفع بالإنسان إلى التفكير في أسرار الكون والحياة ومعنى الوجود والغاية من الوجود. لما الإنسان كيدرك معنى ذاته فهو كيعرف بأنه كائن محدود كيعيش في عالم كبير ومعقد، وهذا الوعي كيخليه يتساءل عن ماهية وجوده وعلاش هو موجود في هذا العالم وشنو اللي كيتسناه في النهاية. وهذه الأسئلة ضرورية لأنها كتدفع بالإنسان إلى التفكير والبحث. لما الإنسان كيحقق الوعي بالذات من خلال إعمال عقله في فهم العالم ومحاولة تفسيره وتأمله وتفكيره أيضا في كل القضايا المصيرية كالمصير والسعادة، فلما كيكون عند الإنسان وعي بالذات فهو كيكون أولا فاهم الحقيقة الذاتية ديالو، وثانيا كيكون عارف كل الأشياء المحيطة به، أي أنه كيكون قادر على فهم ومعرفة ما يتضمنه العالم الخارجي. وبالتالي فهاد الفهم والمعرفة بالذات وبالعالم الخارجي واللي كيتوصل له الإنسان من خلال الوعي بالذات كتخليه في الأخير يوصل إلى درجة أعمق من التفلسف. وبالتالي فإن الغاية من فعل التفلسف أو من دوافع التفلسف هي الوعي بالذات.